أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نعطيو كلمة تقييمية للدورة هذه الودية للمنتخبات أقل من 20 سنة. نظن يعني كنظرة أولى قبل ما ندخلوا الإحصائيات ولا نشاهدوا ونعاودوا ونكرروا المباريات تاعنا ولا تاع الفرق الأخرى، هي نظرة عامة. يعني الدورة هذه كان عندها مستوى نقدروا نقولوا من جيد لمقبول. نقدروا نقيموا هذه الدورة هذه يعني من ناحية المستوى هي أحسن من الدورة الودية تاع اليوناف اللي جازت في نوفمبر الماضي في تونس. من ناحية المستوى في هذه الدورة كان أحسن. نشكر الاتحادية والمسؤولين على الخطوة هذه اللي قدموها ومكنونا به نشاركوا في دورة ونظموا لنا الدورة هذه. كما قلنا سابقا التعداد تاع المنتخب تاعنا تكون نسبة كبيرة من اللاعبين المحليين اللي ينشطوا خاصة في المستوى الأول ولا في النادي في المحترفين. وعندنا لاعبين اثنين من القسم الثاني ولا المستوى الثاني يلعبوا في لاعبين ينشطوا في أندية يلعبوا مع الأكابر تاع بصفة دائمة. اللاعبين هذو كان الانتقاء تاعنا يعني بعد عدة دورات تدريبية انتقائية اللي جرات من قبل، تمكنا به يعني نقولوا حاليا عندنا 20 لاعب من المحليين، 6 لاعبين من خارج الوطن. اللاعبين المباراة تاع مصر كنا مركزين بدرجة كبيرة بعيدا عن النتيجة. شفنا فريق منظم خاصة من الناحية الدفاعية، هو كان الهاجس الكبير تاعنا يعني. لكن المنظومة الدفاعية نقدر نقول خاصة نركز على النقطة هذه ضد المنتخب المصري مشات بصفة جيدة. المباراة الثانية ضد المنتخب التونسي الشقيق يعني على العموم شفنا مباراة جميلة، مباراة شيقة وين دخلنا المباراة بتركيز. تمكنا بالتعليمات اللاعبين مشكورين اتباعهم التعليمات اللي مديناها لهم ولا الشيء اللي عملناه في التدريبات قبل المباراة. انطلقنا انطلاقة جيدة في المباراة. بالك نقولوا نقص تركيز ولا حاجة على العموم من الجانب التقني، نقص تركيز في بعض اللحظات، لأنه 2 أهداف اللي سجلناها في المباراة كانت أهداف ملعوبة سير دي زاتاك بلاسي افيك ان جو كوليكتيف كما شافوه الناس كامل. تلقينا أهداف كما شافها الجميع، نقدروا نقولوا بكرة ثابتة مباشرة و2 أخطاء فردية من المدافعين. هذه هي المباريات الودية والدورات هذه مجعولة لهذا الشيء باه نخطئوا باه تداركوا الأخطاء تاعنا قبل الدورات التصفوية الرسمية. وبربي ان شاء الله نزيدوا ندعموا الفريق تاعنا ونزيدوا نداركوا الاخطاء هذه. ما يجوزنيش باه بالمناسبه باه نرجع للحادث اللي صرا في المباراه ضد الاشقاء التونسيين. نحب نوضح انه التصرف تاعي اولا نعتذر عليه الجمهور الرياضي، نعتذر عليه اللاعبين الاولياء تاعهم، الجميع اللي قاعدين يسمعوا فينا. نقدروا لو كان هزيناه من جانب الخطا نقولوا هو خطا، يعني نقدروا نقولوا سبحان الله عز وجل، هو الوحيد اللي ما يخطاش ولا ما يسهوش سبحانه عز وجل. نقدروا نقولوا انايا ربما باه نحكموا على الجاست هذا لازم نكونوا حاضرين في الميدان. الامور كانت راح تنفلت من ورا، كانت راح تخرج عن اطارها الرياضي. بالك انا المنطلق تاعي كان اكثر منه ولا التصرف تاعي كأب ولا ما نقدرش نقول كمربي، لانه حتى هو المربي ما يتصرفش التصرف هذا. نقول للناس ثاني اللي حبت تصطاد في هذا المنطق ولا حاجه، لازم تكونوا عائله، لازم تكونوا حاضرين معنا باه تشوفوا الجو العائلي بيني وبين اللاعبين. انا من المنطلق كأب ما تقبلش انه الابناء تاعي يعتديوا ولا يقولوا كلام فاحش ولا يعتديوا على الاشقاء تاعنا اللي هما مهما كان راهم ضياف عندنا. جي رياجي كوم سا، جي با دي رياجير كوم سا.
Je demande les excuses. Je parle beaucoup plus avec les gens qui ne comprennent pas la langue arabe. Je m'excuse pour le geste qui était un peu là, beaucoup violent. الحمد لله. نتمنى انه الوالدين تاع اللاعبين هذو يسمحوا لنا، وبارك الله فيكم.